سيدة أعمال بتريليونات اليوان سمعت صوتا وهي تستحم، ففتحت كاميرات المراقبة لتجد حارسها الشخصي، فتنفست الصعداء. تناولت كأسا من النبيذ الأحمر وأغمضت عينيها لتنام. دخل الحارس فاصطدم بالكرسي مما أيقظها، وللتأكد نادته: هوانغ، فأجاب: نعم أنا. وعندما سمعت صوته استرخت السيدة الثرية واطمأنت، واستعدت للعودة إلى نومها التجميلي. بعد دقائق خلع الحارس حذاءه وتوجه ببطء نحو الحمام. ارتدى القفازات ثم فتح باب الحمام بهدوء. أثناء إغلاق الباب أيقظها الصوت فصرخت: كيف تجرؤ على الدخول؟ اندفع الحارس نحوها، أمسك بها ودفعها بقوة باتجاه الحوض. كانت السيدة تقاوم، وعندما أدرك الحارس أنها استسلمت أرخى قبضته. ولإخفاء آثار الجريمة نظف مسرح الحادث ليبدو الأمر وكأن السيدة غرقت. ثم عاد إلى المكتب، فتح حقيبته وأخرج الحاسوب المحمول ليستبدله بآخر قبل أن يغادر بهدوء. وفي اليوم التالي انتشر خبر وفاة السيدة الثرية غرقا بسرعة، وصدم الجميع.